أهلا وسهلا بيكم على قناة دودي شو الكروشيه. لو أول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل بلوفر بكل المقاسات سواء لصغير أو كبير. هنتكلم عن كل المقاسات وهنعمله بتكنيك جديد خالص علينا، وكمان هيكون بالظبط زي التريكو. تمام، لاني اتسألت كتير قوي ان احنا عايزين بلوفر او شغل يكون زي التريكو مقفل شتوي. تمام، فالنهارده هنعمل باذن الله الطلب اللي طلبتوه مني ان البلوفر بتاعنا يكون مقفل بالظبط، هو غرزه زي التريكو. تمام، بس كروشيه. تمام، طيب انا هعمل ايه بقى؟ انا من المفروض ببدأ بالبلوفر بتاعي من الرقبة. تمام، يعني انا ببدأ اشتغل البلوفر بتاعي من عند الرقبة. اوكي، من هنا من فوق. طيب. عايزة اقول بقى تفاصيل للمقاسات. اوكي، التفاصيل بتاعتي للمقاسات. انا من المفروض الرقبة دي هعمل المفروض هعمل سلسلة. يعني انا ليه بقول من الرقبة؟ هعمل سلسلة ادخلها من الرأس من فوق. يعني المفروض الجزء اللي انا هعمله يعدي من هنا بسلاسة وببساطة. حلو الكلام. طيب انا هبدأ اعمل ايه معاكي؟ انا هبدأ اعمل الجزء ده. شايفة الجزء ده؟ هتكلم عنه كمان شوية لما اتكلم عن المقاسات في دخول الرأس. يعني من هنا انا هعمل البلوفر بتاعي لسن، هكتب بألوان عشان يبان، بسن 10. تمام، انا هعمل البلوفر بتاعي لسن 10 سنين. طيب 10 سنين الجزء ده اللي هيعدي ده المفروض ان انا بعمل سلسلة. تمام، والسلسلة دي بقيسها على المزورة. تمام، لحد ما توصل الى 45. 45. يبقى انا عرفت ان لسن 9 او 10 سنين 45 دخول الرأس. طيب افرض ان انا عايزة اعمله ليه ميديوم، لارج، اكس لارج، 2 اكس لارج، وهكذا 3 اكس لحد 3 كمان اكس لارج. مقاس الرأس واحدة هتكون 55. اوكي، يبقى دخول الرأس سن 10 سنين واقل 45. طيب هقولك حاجة تريحك جدا جدا هتعمليها. اعملي الجزء بتاعك اللي هنعمله مع بعض حالا وقيسيه على رأس اللي قدامك. تمام، يعني اوكي احنا قلنا المقاسات بشكل دقيق. ممكن حتى لو هتعملي لمولود صغير تقيسي الجزء ده على الرأس من فوق وهي ملفوفة دايرة. حلو الكلام. طيب انا هبدأ معاكي اشتغل بقى في الجزء ده. فانا الجزء ده العرض بتاعه انا عايزاه قد ايه؟ العرض بتاع ده وليكن ان دي الرقبة. حلو، فانا عايزة العرض ده قد ايه؟ العرض ده بيتراوح، ده بتاعك انت بقى، بيتراوح ل 3 سنتي، 4، 5، 6. اوكي، في الحالة اللي انا هعمله 6 لطفل. اوكي،
لان الرقبة العرض بتاعها ده سواء لكبير او لطفل هيكون واحد، بس انا هعملها ليه 6؟ لان انا عايزة اتني جزء على جزء كده. حلو، فاداني في الاخر حوالي 3. اقدر برضو اعملها 4. تمام، وهكذا. انا عايزه اخلي الجزء ده من الرقبه يكون ماسك نفسه، لان في ناس كتير بتشتكي من قصه حروف البلوفر بتبقى خفيفه جدا، فمديه شكل البلوفر مش حلو. اوكي، فانا هعملها بالعرض ده سواء 6 او اقل، مفيش مشكله، لاني عايزاها بقى مجوز عشان اتنيها 2 كده. حلو الكلام. طيب تعالي نبدأ ونشوف احنا هنعمل ايه. انا هشتغل بخيط متوسط السمك، تمام، يكاد يكون رفيع يعني، بس انا بقول عليه متوسط السمك. هاخد لعمل البلوفر ل10 سنين، هاخد 4 إلى 5 شلات، ده بالكتير قوي، انه هنقول 4. لو انت كمان عايزاه ليكي تمام ومقاسك ميديوم او لارج او حتى اكس لارج، وهتعمليه قصير عند منطقة الوسط، منطقة ربط الحزام، هتستخدمي نفس العدد 4 إلى 5. تمام. لو المقاس اكبر هتستخدمي 7 شلات الى يعني كتير 7 بتاعنا، هنقول 8 بالكتير قوي. طيب انا هبدأ معاكي اعمل سلسلة بتتكون مثلا من عدد زوجي، يعني مثلا هقول 8. اوكي، فهقول 1 2 3 4 5 6 7 8. حلو الكلام، يعني أنا عملت سلسلة 8. ال8 دي هي الرقبة وهي كده. تمام، تعالي كده نشوفها على المازورة او المسطرة كام سنتي. 6 سنتي. تمام كده. هبدأ بقى اعمل ايه؟ ارتفع سلسلة وابدأ اشتغل حشو، في كل مكان هيقابلني حشو. تمام، حشو، وهكذا لحد نهاية السطر هشتغل حشو وارجع لك. كده وصلت لحد نهاية السطر اهي، اخر سلسلة هشتغلها معاكي حشو. اوكي، بعد كده ارتفاع سلسلة والف الشغل كده. طبعا انا ارتفعت سلسلة اللي هي دي، هدخل في اللي جنبها مباشر كده في لوب واحد، وابدأ اشتغل منزلقة. تمام، 1 2 3 4 5 6 7. اخر واحدة اهي 8. ارتفاع سلسلة والف الشغل، واخلي بالي اهي ارتفاع السلسلة بتاعي بنزل في اللي جنبها مباشر في اللوب الخلفي منها واعمل منزلقة. تمام، واللي بعدها وهكذا. انا ده هيكون نظام الشغل بتاعي في الجزء ده البليسيه بتاع الرقبة بطريقة كده عاملة زي التريكو بالظبط، بطريقة ضيقة وليها شكل لطيف جدا. تمام، حافظي على العدد بتاعك وانت شغالة في المنطقة دي. تمام، وخدي بالك من اخر يعني انا خلصت اهو، في دايما اخر واحدة بتبقى
مش واضحة للناس المبتدئة كده. تمام. ارتفاع سلسلة، ألف الشغل اهي السلسلة اللي انا ارتفعتها، بنزل في اللي جنبها مباشر ومنزلقة كده. هيكون شغلي في كل الأسطر بنفس الطريقة منزلقة لحد ما أعمل البليسيه أو الأستك بتاع رقبة البلوفر، ونرجع نشوف هنكمل البلوفر بتاعنا المميز ازاي. طبعا انا هعمل ده، هكرر كتير قوي، ولما ارجع هقولك، مش هقولك بقى كام سطر، هقولك كام سنتي. تمام اهو. هيكون الشكل زي ضفاير كده. تمام. دي بصي هتكون زي كده. اما ارجع هوريكي الشكل هيكون عامل ازاي. كده انا ارتفعت بالطول اللي اتفقنا عليه، اللي هو 45. تمام اهو. من اول واحد وهي مرتاحة. هو كده كده استك بيموت. تمام. اوكي. ده كده كمان مش موطت، يعني انا لو همطه اكتر هيدي مساحة اكبر. اوكي. بس وهو مرتاح هعمل ايه بقى؟ هقفل الجزء ده مع بعضه عشان يبقى دايرة مغلقة، لاني بعمل بلوفر. لو جاكيت هسيبه مفتوح. كل اللي انا هعمله، هدخل في الاول هدخل بمنزلقة، وبعدين ابدأ ادخل حشو. تمام. احط بس الجزء على الجزء، وادخل حشو في كل الفراغات اللي هتقابلني لحد ما هقفل كل الجزئين مع بعض. خلاص كده اهو. انا كده قفلت الجزئين مع بعض. تمام. تمام. وادي العدلة. تمام. الحتة اللي شوية عملتها بارزة دي هتكون داخل البلوفر، وده الخارج او الجزء الخارجي او الوجه بتاع البلوفر. تمام اهو. يبقى انا كده عملت الرقبة اللي هي الجزء ده. تمام. انا هبدأ بقى في تقسيمة البلوفر. هرتفع سلسلة وأبدأ أدخل في كل فراغ هيقابلني. ده كده بداية شغلي. هبدأ أدخل غرزة حشو. تمام. قرب. هتلاقي فوق السبعات دي هتدخلي فوقيها كده. حلو. وجنبها في المكان اللي تحسيه فراغ فاضي كده، اوكي، او الوسع البسيط، برضو هتعملي حشو. يبقى في السبعة دي او الضفيرة البارزة هندخل غرزة حشو كده، وجنبها هنا حشو. تمام. هكمل باقي السطر بنفس الطريقة، غرزة حشو، ونرجع عشان نشوف هنكمل شغلنا ازاي. كده وصلت لأول حشو عملته، هدخل جواه منزلقة، وأبقى كده قفلت أول جزء في الداير. تمام. طيب هعمل ايه بقى تاني؟ هبدأ
ارتفع 1 2. اوكي 2 سلسلة، وهبدأ ادخل في كل مكان نص عمود، بس وانا بدخل هبدأ او هعد. اوكي انا المفروض لو بالنظر، يعني انا هقول بالنظر قسمتها كده، حلو، فانا المفروض مكان القفلة اهي، اوكي، فهقسمها كده، فهيبقى كده الداير بتاعي النص بالنص هنا. اوكي بس انا عايزة حاجة ادق، فهعمل ايه؟ هعد وانا شغالة. بس بصي هعمل ايه الاول، هحط علامة بشكل تقريبي، يعني زي ما انا بقولك اهي القفلة بتاعتي، واهي قفلتها وريحتها بالمنظر ده كده، فهحط علامة هنا بشكل تقريبي ان ده النص بتاعي. حلو الكلام. فانا هفضل اعد اوكي لحد ما اوصل للمكان ده بدون اي تزايد. يعني انا دلوقتي ارتفعت 2 وبدأت اعمل نص عمود، ففي كل مكان هدخل نص عمود 3. هبدأ بقى اعد وانا شغالة 4 5 6 7. تمام لحد ما هوصل للعلامة هشوف انا عديت كام. حلو، وهأيده في ورقة وبعدين أعد الباقي لحد ما بدأت وأشوف كام وأبدأ أوازنها، يعني هقسمها إيه بالظبط. بس عموما هكمل عد وأرجع لك، هوصل بس لحد العلامة وأقول لك عديت كام. نص عمود 2 4 6 7. عملت نص عمود وطلع لي 53. تمام. طيب هكمل شغل وانا بشتغل باقي يعني انا طالعه لي 53 قبل العلامة، فهبدأ اشتغل. هعد من اول وجود العلامة، فهقول 1 تمام 2 لحد ما اوصل لهنا. تمام كده اشتغلت من العلامة لهنا. طلع لي الرقم وانا بعد 49. تمام كده. طيب فانا هعمل ايه بقى؟ هنقل العلامة دي بقى اللي جوه هنا سلسلتين. تمام هما دول الاخار دول اللي طلعوا 49. فانا هنقل العلامة ادي مكانها 1 2. تمام بحيث يبقى متقسمة صح. هنا هتكون 51 وهنا 51. تمام حاولنا نوازنها، يعني قسمتهم بالظبط لاني عايزة يعني هقسم مرة تاني من ناحية واحدة. عموما يعني هقولك ليه انا هقفل هنا بمنزلقة. بصي بقى يا ستي، انا من المفروض التقسيمة بتاعتي ان ده اوكي هنقول الكتفين. حلو الكلام، هنقول هنا الكتفين. فانا من المفروض من عندي مناطق هعمل فيها تزايد. اوكي انا هنا قسمت الجزء ده النص بالنص. حلو، وهقول لك بالظبط هعمل ايه. المفروض انا من العلامة دي همشي، هجيب بس علامات الاول وارجع لك. انا رجعت وعديت كمان عشان نوفر على نفسنا الوقت. انا عديت من ادي العلامة بتاعتي، عديت من الناحية دي 10 وحطيت علامة، ومن الناحية دي 10 وحطيت علامة. تمام يبقى هنا تقريبا الكتف هيكون عندي 21 بمنطقة العلامة او بالجزء ده. حلو الكلام. طيب ومن الناحية التانية عملت نفس الحركة، ادي مكان قفلة الابرة، عديت من هنا 10 وحطيت علامة، وعديت من هنا 10 وحطيت العلامة. الباقي هيكون عندك حوالي 30 تقريبا. اوكي
المهم ان انا همني اني اعمل منطقة الاكتاف زي ما انتوا شايفين كده من المنطقة المنتصف عشان يبقوا بالظبط كده. حلو. طيب انا مش عايزة دي بقى في حاجة، خلاص كده انا نصفت وخدت اللي انا عايزاه. فبقى عندي التقسيمة بتاعتي هنا 20 او هنقول 21، يعني مش هتفرق كتير، و20 و30 لان احنا عدينا 51 في الاول و30. تمام كده. يبقى انا التقسيمة بتاعتي اهي بعد ما عملت كل اللازم فيها. طيب ايا كانت بقى التقسيمة بتاعتك او ايا كانت اللي هتعمليه، المفروض ان انا بقى هوسع في الاجزاء دي توسيع، يعني المفروض في كل مكان من ده ببدأ اعمل ايه بقى؟ اعمل التوسيع بتاعي او التزايد، يعني ادخل هنا وادخل هنا مرتين في كل مرة، وهنا اوكي، وهنا. عشان كده انا قسمت التقسيمة دي معاكي. تمام. طيب انا دلوقتي عايزة اعمل نقشة، يعني انا مش عايزة اعمل البلوفر سادة، فعايزة اعمل نقشة مميزة. فوانا شغالة معاكي هبدأ اعمل نقشة. تقدري تعمليها على الكتفين، تقدري تعمليها في المنتصف، في الامام، يعني في الامام في المنتصف. تمام. فوانا شغالة هقولك انا هعمل ايه بالظبط واشتغلي معايا كده. هبدأ في نقشة البلوفر بتاعي. انا خلاص عرفت ان الجزء ده الكم وده الكم وده الوجه وده الظهر. تمام. التقسيمة خلاص بقت واضحة. النقشة بتاعتك تعمليها في زي ما تحبي. ازاي؟ يعني انا هعمل النقشة بتاعتي في الامام فقط، وباقي البلوفر الاكمام والظهر هعملها نص عمود. تمام. حابة تعملي النقشة بتاعتك على الكتفين، على الكمين وعلى الامام، اوكي، هيبقى لذيذ جدا، ده بتاعك انتي. تمام. طيب لو انت مبتدئة وقلقانة من قفلة البلوفر، خدي بالك ان احنا هنقفل كل سطر عند الكتف في منتصف الكم هنا. اقطعي الفتلة او شيليها وابدأي من جزئية الظهر مثلا، يعني مثلا هنقول ان ده الظهر، خلاص يبقى هبدأ من الجزء ده. لكن امشي معايا واحدة بواحدة، مش هيبقى فيه مشكلة عندك خالص، بس انا بقول منعا للمشاكل اللي ساعات بتقعم فيها. انا دلوقتي هبدأ من الكتف ده او الكم ده، وهشتغل معاكي الوجه بالنقشة بتاعتي. هرتفع 2 سلسلة وهبدأ اشتغل في كل مكان هيقابلني نص عمود. تمام. هشتغل انا كده بشتغل ايه الاكمام في كل مكان او فراغ هيقابلني، هشتغل نص عمود لحد ما اوصل للعلامة بتاعتي. هعمل التزايد. طيب التزايد المفروض هعمل يعني هوقفه امتى؟ انا اهو مكان العلامة. تمام. فانا هعمل 1 2 في مكان 1. هشيله العلامة عشان اوضح لك الاتنين اللي اتحطوا في مكان 1. تمام اهو. هحط العلامة في وسطهم تاني. تمام. او لو انتي عينك بتقرا خلاص، انا عرفت ان العمودين هنا خلاص اوكي.
كده انا وصلت للعلامة. المفروض انا بقى الكتف بتاعي او الكم هيبقى واخد من هنا يعني من العلامة دي للعلامة دي. فانا كده هبدأ شغل النقشة بتاعتي في الصدر او امام البلوفر. هعمل ايه بقى؟ لفة على الابرة وابدأ اعمل عمود بلفة غير مكتمل، عمود بلفة غير مكتمل، عمود بلفة غير مكتمل. يبقى انا عملت كده 3 عمود بلفة اهم. لفة على الابرة اخرج ال3 كده، ولفة على الابرة اخرج ال2 اللي باقيين على الابرة كده، وبعدين ادخل في الفراغ ده الكبير ده 1 2 3 4، وبعدين اخرج كل دول من على الابرة كده. تمام. لفة على الابرة فين مكان اخر عمود اتعمل اهو، هدخل في نفس المكان عمود بلفة غير مكتمل، اللي وراه عمود بلفة غير مكتمل، اللي وراه عمود بلفة غير مكتمل. لفة على الإبرة أخرج ال3 كده، ولفة وأخرج ال2 الحلقات اللي على الإبرة، وبعدين أدخل هنا 1 2 3 4، وأخرج كل دول من على الإبرة. هكرر اللي عملته لحد ما أوصل للعلامة وأرجع لك. كده أنا عملت النقشة بتاعتي أهو لحد ما وصلت للعلامة. ده شكلها. طيب هعمل آخر جزء ورجعت معاكي فيه عشان أهو بدخل في آخر عمود اتعمل، عمود بلفة غير مكتمل. تمام. واللي وراها كده، وادخل كده لان العدد ما كفاش، فهرجع 1 لورا بالعلامة دي يا جماعة، عشان كده رجعت لك. ال1 ده مش هيفرق في منطقة الكم. واخرج دول وارجع اعمل الباف بتاعتي هنا 1 2 3 4، واخرج من كل دول كده. تمام. طيب انا المفروض اعمل هنا تزايد مكان العلامة، فانا هطلع بالعلامة من مكانها، لان انا العدد بتاعي المفروض فردي. اوكي اهو. تمام. فهبدأ اعمل التزايد بتاعي عادي. هرجع لشغل ايه؟ الكم. انا هعمل كده شغل الكم بتاعي. هشيل العلامة واحط مكانها 2 نص عمود اهو. ادي 1 ادي 2 كده، وابدأ ادخل العلامة بتاعتي في مكانها تاني. ويعني انا عملت كده التزايد في حرف الكم، وابدأ اشتغل نص عمود نص عمود نص عمود في المكان كله لحد ما اوصل للعلامة دي. هرجع لك كده. وصلت للعلامة التانية، اشتغلت بس نص عمود لحد ما وصلت هنا.
هعمل تزايد في مكان العلامة. يبقى أنا عرفت خلاص إن أنا هعمل تزايد في مكان العلامة دي وتزايد في مكان العلامة دي، ونفس الكلام من الناحية التانية أو من الكم التاني. أدي نص عمود وفي نفس المكان نص عمود، يبقى أنا عملت 2 في مكان 1. طيب هكمل الشغل برضو نص عمود لحد ما اوصل للعلامة دي، هعمل فيها تزايد. نص عمود في كل مكان هدخل. تمام، هكمل لحد ما اوصل للعلامة، هرجع لك. كده وصلت لمكان العلامة اهو، هدخل 2 في مكان 1. تمام، وبعدين هشتغل عمود نص عمود في كل المكان اللي جاي لحد ما هقفل الشغل. تمام، انا هنا عملت التزايد بتاعي اول ما بدأت معاكي، لان انا اصلا بداية السطر بتاعي اهو. يبقى انا هشتغل لحد ما اوصل للبداية عشان اقفل معاكي بمنزلقة في اول نص عمود عملته معاكي. كده انا وصلت لنهاية السطر، المفروض هقفل بمنزلقة. تمام، في بداية الشغل بتاعي. تمام، بدل ما تقفلي هنا، بصي انا هقفل معاكي بطريقة غلط في اول عمود عملته، بس مع الشغل هتلاقي العمود ده لو انت ملاحظة حتى ان هو تحسيه مميل كده، اوكي، فهيبقى مش صح. تعملي ايه؟ تقفلي، هتفوتي اول فراغ ده وتقومي قافله في رأس العمود ده كده بمنزلقة. هتلاقي العمود هتلاقي الشغل كله مشي على استقامة واحدة. تمام، من ورا او من قدام كده، من ورا وكده مش هتحسي ان في قفلة او في مكان للقفلة. في البداية بتحسي ان في مكان للقفلة. تمام، ومش هيبان ان هو انتي سايبة حاجة اصلا. طيب السطر بقى التاني، انا كده خلصت السطر الاول بالنقشة بتاعتي وعرفت ان انا هقفل في المنتصف هنا. هرتفع بقى سلسلة، وشغلي هو ما فيهوش اي اختلافة. انا هعمل ايه بقى؟ هرتفع 2 سلسلة. تمام، وابدأ اشتغل نص العمود بتاعي. تمام، هكمل لحد ما اوصل للعلامة، ارجع لك. وصلت لأول علامة اهي، وببدأ برضو ادخل جواها 2 1 2 نص عمود. ده هيكون كده التزايد بتاعي في كل مكان هيقابلني من الحلقات اللي انا حطوها. وهعمل هنا، هبدأ بقى هشتغل، شايفة 1 2 3 4 5 6 وهكذا. هشتغل فوقيها برضو نص عمود. باخد المكان، بصي باخد اللوبين يعني اهو. تمام كده، اللي وراها. يبقى انا في السطر ده همشي كله نص عمود لحد الاخر، وكل ما يقابلني مكان العلامات هعمل تزايد
ده كده شغل السطر ده. تمام، يعني ما فيهوش اي جديد. همشي نص عمود حتى على النقشة بتاعتي اللي عملناها مع بعض. هكمل باقي السطر بنفس الطريقة، وكل ما هتقابلني علامة هعمل تزايد زي ما عملت معاكي هنا، وارجع عشان نقفل السطر ونشوف هنشتغل ازاي. كده خلصت السطر لحد الاخر، وهقفل بنفس الطريقة تمام فوق راس العمود ده. اوكي، هقفل بمنزلقة. حلو، وهبدأ سطر جديد بارتفاع 2 سلسلة، وابدأ اعمل برضو النص عمود بتاعي. انا كده هكرر السطرين اللي انا اشتغلتهم معاكي، يعني انا كده هكرر معاكي السطر الاولاني اللي هو النقشة بتاع النقشة بتاع الرسمة بتاعتنا، يعني بتاعت البلوفر. حلو، والسطر اللي وراه هيكون اللي هو كله نص عمود، طبعا زائد التزايد بتاعي مش هيتغير. تمام. طيب انا وصلت عموما للنقشة بتاعتي او لمكان التزايد. هشتغل هنا، واهو مكان الاتنين عمود في مكان واحد اهم، ادي واحد عمود، وفي نفس المكان 2 نص عمود. تمام، هبدأ معاكي اعمل النقشة بتاعتي. تمام. عايزة اوضح لك حاجة قبل ما اشتغل. بصي، انا بعمل 3 نص عمود غير مكتمل، تمام، او 3 عمود غير مكتمل. فبعمل ايه؟ لو بصيتي فوق ادي ال3، بصي عدي معايا كده، 1 2 3. يبقى انا المفروض مقياسي اللي هما ال3 دول اللي بنرجع نلمهم مرة تاني. تمام. اوكي. طيب تعالي كده نعمل، ادي 1 2 وادي التالت. بطلع الاول ال3 وبعدين بطلع ال2، وبشتغل في المكان ده غرزة البوف. 1 2 3 4، وبخرج كله من على الإبرة بتاعتي. تمام، اهو هتلاقي ده جه فوق ده بالظبط. اوكي، وبعدين بدخل في نفس المكان 1 اللي وراه 2 اللي وراه 3، وبعدين بخرج 2 وبعدين 2، وبعدين افتح كده وارجع اعمل البوف. 1 2 3 4، وبخرج كله من على الإبرة. تمام، اهو لو تلاحظي هتلاقي بيجوا او بيتظبطوا كل 3 عمود بيبقى فوق التاني. انا هكمل شغلي، يعني شغل السطر ده احنا اشتغلناه مع بعض، هكمل للاخر وهفضل اعمل برضو التزايد بتاعي وارجع لك. طيب بعد ما ارجع لك هعمل ايه؟ هعمل السطر اللي عدى قبل ده ايه، اللي هو كله نص عمود في الداير كله مع التزايد بتاعي. انا هفضل ارتفع كده لحد ما ارجع لك بالجزء ده مكتمل، وهقول لك عملته قد ايه عشان احنا هنقيس. هندخل الجزء ده في الراس وهنقيس الاكتاف، وهقول لك الاكتاف لو للسن اللي انا بعمله هتبقى كام سنتي، وهقول لك لو لحد كبير برضو هتمشي هنا لحد كام.
سنتي ونرجع عشان نشوف هنكمل ازاي البلوفر بتاعنا.